كتير مننا كان مستغرب لما تابعنا الحلقة الأولى من المؤسس أوروهان. دي كانت مشاعرنا واحنا بنشوف الحلقة، ما بين الحنين لأيام عثمان وبالة وحليمة وفاطمة وصوفيا، والتطلع لمتابعة المؤسس أوروهان بشكله الجديد. الحقيقة أصدقاء الحلقة الأولى كانت مختلفة وأحداثها سريعة. دخلنا على طول في فتح بورصة والمحاولة اللي فشل فيها أوروهان، واللي كان فيها القائد فيلافيوس محضر فخ الأروهان. لكن يا ترى ايه السبب؟ اكيد في خاين اخبر فيلافيوس واللي كان مستعد جدا. فهل الخاين هو شاهين واللي طمعه في السلطة وصله انه يتعاون مع فيلافيوس والقائد ساروز؟ من ناحية تانية يا اصدقائي، بعد فشل اروهان اضطر السيد عثمان انه يعزله من قيادة الحصار، ولما لقى الصراع على القيادة ما بين شاهين وكمان طلبها علاء الدين، فكان موقفه حكيم، انه تولى القيادة بنفسه علشان يمنع الانقسام ما بين السادة. واللي ساعتها أوروهان كان في معركة ناحية الشاطئ علشان يمنع الإمدادات لبورصة، وبكده يفضل للحصار ناجح. ولكن لما عرف بعزله انفعل أوروهان على السيد عثمان وسقط على الأرض. فهل هتكون بداية تعب عثمان وتولي أورهان القيادة من جديد؟ بكده نكون وصلنا نهاية الفيديو. نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.